سپاسی ئیداری خۆجێتی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی تەندروستی و نووسینگەی WHO لە سلێمانی کرد کە زۆر بەباشی لە بەرەنگاربوونەوەی کۆرۆنایە کاریان کردووە ئەویان کردووە کە ژماری توشبەکان بەرەو کەمبوونەوە بچێ و ئەو چارەسەرانەی هاتوونەتە پێشەوە بە خێرایی لێرە بەکاربێنرێ. هەماهەنگیشی تەواومان لەگەڵ ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیا هەیە. ئێمە بەش بە حاڵی خۆمان سوپاسی زۆری ئەم خۆشەویستانەکەین کە توانیوانە لەم بارودۆخەیە پشتیوانمان بن، بە تایبەتی کە ژمارەیەکی زۆری پەناهەندە و ئاوارە لە پارێزگای سلێمانی هەن و خەڵکێکی زۆر لەم ناوچەیە ئەژی، ژماری دانیشتوانی زۆرە و یەکەم حاڵەتەکانی توشبوون لە سلێمانی تۆمار کراون. ئەمانە هەمووی پێویستی بەوەیە کە لەگەڵ یا بڕۆین. ئێمە پێشنیازی ئەوەمان کرد کە ئەو هاوکاری و هەماهەنگیانەی کەیان لەسەر بنەمای ژماری دانیشتوان و بەپێی زۆریەکە کارژێڕیەکان و بەپێی و پێداویستیانەی کە لە ناوچەکەیە هەن دابەش بکرێن و بەشی پارێزگاکان دیاری بکرێ و لە هەمان کاتە یارمەتیمان بن بۆ کردنەوەی نەخۆشخانەیەکی تایبەت بە کۆرۆنا بەوەی بتوانین لە وەرزی پاییز و زستانی داهاتووە کە ئەگەری گەڕانەوەی ئەم ڤایرۆسە هەیە بەباشی بتوانین خۆمان ئامادە بکەین، پشتیوان و هاوکارمان بن، بەسپاسەوە هەموو ئامادەیەکی خۆیان بۆ هاوکاری و هەماهەنگی دەربڕی. يمكن من الدول القليلة اللي في البداية كانت متماسكة للغاية، وكان الإقليم كان في مكان رائع جدا جدا في من ناحية عدد الإصابات وعدد الوفيات، إلى أن جاء طبعا الاحتفالات بعيد الفطر. وطبعا احنا بنعذر أهالينا، الأعياد جزء من ثقافتنا، لكنه الحقيقة سبب لنا الزيادة الواضحة اللي تمكنت القيادات في الإقليم وخاصة في محافظة السليمانية من التصدي للموجة والزيادة اللي كانت موجودة بعد عيد الفطر بشكل مميز، وابتدت عدد الإصابات تقل. لكن انتوا عارفين طبعا بين عيد الفطر وعيد الأضحى حوالي شهرين و10 أيام، فجاء عيد الأضحى اللي فات تاني حصل احتفالات. واحنا بنعذر المواطنين انه الوباء الفترة طالت والناس زهقت، والناس عايزة ترجع تتعامل بشكل طبيعي وترجع لحياتها السابقة. كل اللي اقدر اقوله لكم انه الحياة قبل كورونا مش هتبقى زي بعد كورونا، واللي فيكم فاكر انه هيبقى يتواصل ويعمل كل اللي كان بيعمله قبل كده يبقى غلطان. الفيروس الى الان ليس له علاج او لقاح، وبالتالي هو هيستمر معانا فترة. الحياة شكلها لازم نختلف، وبالتالي احنا شايفين انه نموذج وأنماط الحياة للناس، النماذج اللي بنشوفها لازم تتغير. لازم الكمامة تبقى جزء أساسي من حياتك اليومية، لازم التباعد الاجتماعي يبقى جزء منه، لازم تتحاشى التجمعات في الفترة القادمة إلى أن يوجد لقاح. دي حاجات ضرورية. لو ما عملتش حضرتك الحاجات دي ما تلومناش على زيادة الأرقام، لأن احنا كل اللي تقدر تلومنا عليه هو معدل العلاج اللي أنا شايفه فيه أرقام جيدة للغاية في محافظة السليمانية. معدل الوفيات بنتكلم عليه لكن له أسبابه أعلى شوية من المعدل العام، لكن برضو في الجزء المقبول أقل من 4.6% نسبة الوفيات، وهي نسبة مقبولة جدا عالميا ودوليا. فلكن محتاجين ممكن في الفترة الأخيرة الجيدة نشوف أسبابها مع دكتور صباح وننزلها شوية. أنا سعيد جدا بالزيارة، في تعاون كبير في مجالات كثيرة للغاية، من ضمنها الحملة اللي افتتحها سيادة المحافظ والدكتور صباح ودكتور نجم الدين ممثلنا في محافظة السليمانية. يوم الأحد الماضي افتتحنا حملة كبيرة للتوعية بين المواطنين في المناطق الأكثر وباء وتضررا في محافظة السليمانية. الحملة مستمرة إلى آخر شهر أغسطس إن شاء الله، آخر 31. وأنا النهاردة بنفسي نزلت قبل ما أقابل معالي المحافظ الصبح، نزلت على الحملة واتفرجت على الولاد. أنا عايزكم تبقوا فخورين بالناس اللي بتشتغل في الحملة، شباب في كليات في منتهى النشاط، في منتهى العلم والثقافة، بيوقف الناس ويديهم كمامات ويديهم مواد توعوية. لا أخفيكم سرا إنه في بعض الإهمال والتفريط من بعض المواطنين وليس الكل، في بعض ملتزم للغاية، لكن نقدر نقول إن في نسبة، يمكن النسبة دي بتضر إخواتهم في المحافظة، بأنه اللي في أي حد فيهم بيتصاب هو عرضة لإصابة غيره لو لم يتخذ الإجراءات الوقائية. إحنا بنشدد على ده. الحاجة التانية، أنا كنت موجود في إربيل امبارح، وكان في احتفالية كبيرة بتسليم بعض المواد للإقليم ككل، وأنا متأكد إنه حصة محافظة السليمانية إن شاء الله هتصلها.
والحاجة الثالثة بنتباحث فيما يتعلق بالمخيمات مع سيادة المحافظ والفترة القادمة اللي هنتفق عليه، زائد أي نشاط آخر نقدر نعمله كمنظمة صحة عالمية لدعم محافظة السليمانية ومستشفياتها وكوادرها، مش بس للتصدي لوباء كورونا. يعني ممكن أنا أظن في مركز حروق كمان، مش كده دكتور نجم الدين؟ مركز حروق احنا بنساعد فيه، بعض لو في مستشفى فيها تقصير معين للخدمات الأساسية احنا حاضرين. الصحة العالمية شريك أساسي لمديرية الصحة في محافظة السليمانية ولسيادة المحافظ في كل ما يريدوا من ناحية الصحة اللي هنقدر نعمل بيه، نوعدكم ان احنا هنعمله. احنا بنقدم المشورة الفنية ولكم، ولازم تبقوا عارفين ان الإقليم ككل ومحافظة السليمانية بتتبع أحدث الأساليب سواء كان في العلاج أو للتصدي للوباء. الأمر أشبه بواحد بيزور طبيب والطبيب بيشخص له احسن حاجه، بس هو غير ملتزم بالعلاج. ساعات في منا ملتزمين وفي منا غير ملتزمين. مشكلتنا ان غير الملتزم بيؤدي الى اصابه الملتزم احيانا. مش عايزين كده. عايزين ان احنا نحافظ على نفسنا، نحافظ على اولادنا. الفتره القادمه من هنا لحد دخول الشتاء عايزين ننزل المعدلات. اللقاح مش ممكن هيبقى متوافر يمكن قبل نهاية السنة أو يعني على السنة الجديدة، وبالتالي من هنا لحد تقريبا نهاية 2020 إحنا والكورونا في صراع، والأمر ليكو والقرار ليكو. عايزين مين ينتصر، إحنا ولا الكورونا؟ الأمر ليكو. شكرا جزيلا.